السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب البكالوريا في كل مكان، أهلا بيكم. معاكم طبعا مستر محمود المصري، مدرس ثانوية عامة والبكالوريا. أولا إن شاء الله النهاردة بطل النهاردة البكالوريا هنعمل إيه يا مستر؟ فيها إيه؟ العربي اتغير ما اتغيرش؟ قصة كبيرة قوي، عايزين النهاردة نبدأ بحلها. ما تنساش يا صديقي إن إحنا أول حاجة نزلنا بيها طبعا هو كان كورس النحو، هتلاقيه على الصفحة بتاعتنا على اليوتيوب. ده لابد منه طبعا لأن النحو والإعراب شيء تراكمي، فلازم نكون سامعينه أول حاجة. تاني حاجة النهاردة يعتبر أول حصة في منهج البكالوريا. بداية كده خلينا نتفق على شوية حاجات. أولا البكالوريا حصل عليها صيت كتير جدا وحصل عليها دوشة، بس في الآخر زي ما بنقول كده فرقعة بلا داعي. احنا عايزين نبسط الأمور على كل الطلاب بتوع البكالوريا، وحابب أوصلك اللي أنت لازم اطمن والله ما في حاجة. اطمن والدنيا ماشية حلو، بس هي عايزة بس ترتيب وتنظيم شويتين تلاتة. فاحنا ان شاء الله هنبدأ من اول سلمة النهاردة، هنبدأ نتكلم على نظام البكالوريا. اول حصة في البكالوريا في المنهج هنمشيها ازاي؟ صل بينا على النبي. اولا احنا النهاردة بنتكلم على حاجة اسمها النص المعلوماتي. أستاذي الجميل، الراجل بسم الله كده هيجيب لك نص معلوماتي، سواء النص بتاع المنهج أو النص المتحرر أو سؤال مقالي أو سؤال اختر أيا يكن. إحنا النهاردة عايزين نعرف إزاي نتعامل مع النص المعلوماتي أو القطعة المعلوماتية اللي بتجيلنا في الامتحان. عايزين نتعلم النهاردة إيه الأسئلة اللي هتجيلنا على القراءة اللي هتجيلنا في الامتحان وإزاي أتعامل معاها. وعلشان نبدأ بداية صح لازم تبصوا بعينك كده معايا، كل بطل وكل واحدة تسمعني في الكلمتين دول. أستاذ الجميل، إحنا عندنا المحاور اللي هيدور حواليها المنهج في النصوص السنة دي، وما أقصدش النصوص الشعر، أنا أقصد النص المعلوماتي اللي هو قطعة القراءة، النثر. عايزين النهاردة نبدأ نشوف إيه المحاور. محاور يعني إيه؟ يعني المواضيع اللي هنتكلم فيها. بداية أنا عندي 4 محاور، هناخد منهم النهاردة 3 عشان يبقى الدنيا معاك ماشية مظبوط، ما يبقاش الدنيا بايظة معاك. ابني وحبيبي اخويا وصاحبي كل الناس اللي قاعده بتسمعنا تفهم حته حته كده مع بعض. بدايه احنا عندنا النص الادبي او النص المعلوماتي اللي هيجي لنا يا استاذ، اهو جاي لي قطعه في الامتحان بالمنظر ده. رقم واحد لازم بسم الله كده قبل ما اتكلم في اي حاجه، شيل ده يا عم خالص بقى، دي مني انا ليك. رقم واحد لازم تعمل أول خطوة في الامتحان. يوم ما يتحط لك قطعة من النص بتاعنا، طبعا منهجنا هيبقى فيه دروس قراءة كتير جدا، هيبقى عندنا نصوص اسمها نصوص استماع، هيبقى عندنا طبعا منهج هنمشي عليه وهنشرحه بالتفصيل درس درس. ولكن احنا النهارده بندي الثابت بتاعنا، بندي اليوم القاعده بتاعتنا اللي احنا هنمشي بيها طول النصوص والقراءه اللي هتقابلنا ان شاء الله. اول حاجه لازم تبقى فاهم إن القطعة بتاعتنا بتجيلنا في الامتحان، وليكن مثلا كده أنا جاي لي قطعة في الامتحان، هنفترض إن هي بسم الله كده سطرين ونص مثلا أو سطرين ونص، ماشي خلينا نقول كده. بعدها بنلاقي فقرة تانية، وفقرة يا شباب عشان الناس اللي كانت في أولى ثانوي مكبرة لها، كنا بنقول إن الفقرة بتبقى شكلها بالمنظر ده. الفقرة بتبقى إيه؟ أولها فاضي كده بالمنظر ده، بادئ بداخلة جوه شوية كده، وفي الآخر بتلاقي السطر مش مكتمل. كل فقرة في القطعة لازم أعد قطعتي، مثلا دي مكونة من فقرتين، مكونة من 3 فقرات، مكونة من 4، لازم أقسم بعيني كده شكل الموضوع لما يجيلي في الامتحان. أول هام وما ينفعش أتخلى عن ده لأن هحتاجه دلوقتي وسط الأسئلة، أحدد الفقرات بتاعتي كده أهو بعيني، أشوف القطعة دي مكونة من كام فقرة. طيب كل فقرة يا شباب منهم هي ليها عنصر بتتكلم فيه. أنا عايز أفهم بمثال يا مستر، عيني يا قلب المستر. دلوقتي لو انا مثلا جايب موضوع عن السوشيال ميديا او عن زي ما نقول كده وسائل التواصل الاجتماعي، بالبلدي كده الكاتب تلقائي هيبدا يعرف لنا ايه هي وسائل التواصل الاجتماعي، بيبدا بتعريف مثلا، ثم بعد كده هيبدا يقول لك مجالات التواصل الاجتماعي او الطرق اللي هي ماشيه فيها، ايه هي شغاله في انهي مجال بالظبط، ثم بعد ذلك يقول لك فوائدها، يقول لك سلبياتها، ثم بعد كده يديني حل في الاخر او نصيحه. حضرتك القطعه لازم تكون مقسمها كده،
طلاب البكالوريا لازم زي ما انت كنت بتعمل في اولى ثانوي بالظبط هنعمله في ثانيه ثانوي. لما يجي لك القطعه قسمها، قطعها، كل فكره بعنوان، كل فكره بموضوع. انت لازم تكون بعينك عندك المهاره دي مش مذكوره في كتب، ولكن دي مهارتك انت للحل. يبقى انا بسم الله لازم اول لما تجيلي قطعه ما احلش، امال هعمل ايه؟ هتقسم القطعه الى فقرات، قد تكون 3 قد تكون 2 زي ما يكن بقى، ما عنديش مشاكل خالص. طيب اول حته في المنهج بتاع كتاب الوزاره اللي نزل طبعا واحنا هنستعين بيه في كل حاجه النهارده، ايه اول حاجه؟ عندنا محور للنص او جزء في النص اسمه محور الفهم. في اسئله في الامتحان معتمده على محور الفهم، وانا عارف ان ده عندك الله يعينه، ان الله وانا لا راجعون، بس هنظبطه النهارده ما تقلقش. محور الفهم حبيبي، محور الفهم ده هو ايه؟ السؤال كده او العنوان بتاعنا في كتاب الوزاره بيقول لك كده: هيا نفهم، وهنا كاتب لك هيا نحلل، وهنا كاتب لك هيا نناقش. الاسئله الثلاثه اللي احنا هنعمله النهارده ان احنا هنحلل وهنناقش وهنعمل كل حاجه. هيا نحلل، هيا نناقش، كل ده معانا في الامتحان مفيش مشكله. اسمع بقى، الناس بتبقى عامله ازاي؟ الناس بتبقى عامله حكايات على المنهج، وبتبقى عامله قصه وعدم نظام. عشان تبدا البكالوريا صح، نصيحه اخ: قسم افكارك. اول فكره، ايه هي نفهم دي يا مستر؟ هندرس فيها ايه؟ اول دي اعتبرها كده الفهرس بتاع النصوص بتاعت القراءه المعلوماتيه بتاعتنا او النص المعلوماتي. اول حاجه هي نفهم دي بندرس فيها ايه؟ يجي يقول لك يا استاذ مثلا طلع من القطعه اللي جايه لك في الامتحان فكره محوريه او فكره رئيسيه زي ما بيقول. يسالك في الامتحان يقول لك مثلا حدد المعنى من خلال السياق، يجيب لك كلمه او كلمتين ويقول لك هات معناهم من خلال القطعه اللي جايه لك. دي كلها معتمده على البصله، دي كلها معتمده على الفهم، يعني ماليش مرجعيه ارجع لها، انا وعقلي فيها. طيب بس طبعا ليها قاعده هنشغلها. طيب رقم 3، ممكن يقول لك بين زاويه الكاتب. هو الكاتب بيتكلم من زاويه اجتماعيه، زاويه سياسيه، هنتكلم في التفاصيل دي كلها، بس بفرش لك الموضوع الاول عشان نعرف هنناقش ايه. مثلا دي شويه حاجات في الفهم. تعالى في التحليل، هيسالك على الحجه اللي عملت لنا الف حكايه. يعني ايه يا مستر الحجه دي؟ حجه يعني ايه؟ حجه يعني دليل. ان الكاتب يا هندسه بيعرض لي فكره وبيثبتها لي بالدليل وبالامثله وبقناعه. عشان يقنعني هو بيعمل ايه؟ هو بيديني مثلا فكره عن السوشيال ميديا، عن درس الخلق، زي ما عندنا في تانية بكالوريا هنلاقي درس اسمه الخلق والضمير. ماشي، عندنا الحجه دي يعني ايه؟ الحجه يعني الدليل. كيف وضح الكاتب حجته في الموضوع ده؟ هو وضحها ازاي؟ قدم ادله ازاي؟ هندرس ده كله يا شباب مع بعض. طيب عندنا انواعها كمان، هندرس انواع اسمها انواع الحجج. وما تستعجلش، احنا لسه ما شرحناش حاجه، ولكن انا بديك ايه صوره كده او نبذه عن اللي احنا نعمله. في المناقشه بقى، المناقشه دي اللي هو ايه؟ هل الكاتب كان مؤيد ولا معارض؟ هنتناقش بقى في الموضوع كله اللي الكاتب جايبه. هيسالك مثلا هيقول لك الراجل دوت مؤيد ولا معارض ولا ايه بالظبط؟ هو ايه راي الكاتب؟ او هو منحاز ولا موضوعي ولا ايه الكلام بتاعنا؟ بداية ما تستعجلش، دي عناوين احنا هنسمعها دلوقتي جوه الحصة، فلازم تكون مترجم معايا. احنا هنمسك المنهج بالتفصيل كده. اول جزء اسمه محور الفهم هتذاكره لوحده، تاني جزء اسمه محور التحليل، تالت جزء هنسميه محور المناقشة، بعد كده في محور التعبير والكتابة، بس دوت طبعا مش هنتكلم فيه النهارده، ده هيجي بقى من خلال الحصة لما اعودك ازاي تكتب موضوع تعبير بحجة صحيحة او بنظام صحيح زي ما المنهج بيقول لنا. طيب نسمي الله ونبدأ بسم الله كده. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وزدنا بك علم. أول محور النهاردة هنتكلم عليه هو محور الفهم. هندرس في محور الفهم إيه يا أستاذ؟ هندرس حاجة اسمها الفكرة الأساسية. في مفاهيم هامة هكلمك عنها هشرحها لك دلوقتي. وعندك معنى الكلمات، لما يجيب لي كلمة يقول لي هات معناها من خلال السياق. محور التحليل أهو من زي ما احنا ماشيين، هنتكلم عن الحجة. ايه الحجه اللي بيقدمها الكاتب؟ يعني ايه الموضوع اللي الكاتب بيتكلم فيه؟ وليها انواع وهنتكلم فيه. طب ايه الادله اللي هو قدمها؟ طيب ايه الاساليب اللي استخدمها عشان يقنعني؟ كل دي تساؤلات احنا هنجاوب عليها اثناء الشرح. طيب بعدها
المناقشة اللي إحنا بقى هيقول لك حدد رأيك أو قُل رأيك مع الدليل عليه، هيقول لك هل الأدلة كافية ومقنعة والّا لأ؟ إحنا هنقول آه أو لأ وهيعرّفك إزاي. ما نقاط القوة في النص أو ما نقاط الضعف أيًا كان، ما وجهة نظرك ولماذا هياخد رأيك يا باشا، 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 باشا كل الناس عينيها معاك. أولًا منهج البكالوريا خلاصة القول هو عايز يعتمد على مهارة الفهم 100%. بمعنى إن أنا مش هاروح أحفظ وأصُم وأبصمج وأكتب زي زمان، لأ، أنت كل المنهج بتاعك هو مُعتمد على العقل، عايز يخلّيك تعتمد وتحُط رأيك في كل حاجة. إذًا منهج البكالوريا هو مُعتمد اعتماد كلّي على عنصر الفهم. يبقى أنا لازم أكون راسي جدًا بكل بساطة السنة دي، ما ابدأش يا شباب بداية غلط عشان ما تنهيش غلط. البداية الصح تفرق في حياتك أوي. حصة النهارده مكمّلة معاك طول السنة، فإحنا علشان كده بنأسّسك من دلوقتي أي نص معلوماتي هنمشي فيه إزاي. آخر محور اسمه القراءة والكتابة، وده اللي هنتكلّم فيه عن التعبير عن الأفكار، نكتب إزاي، بنحو طبعًا سليم، ببلاغة سليمة، مثلًا بإملا، الهمزات، الشغل ده، اللي هو موضوع التعبير بتاع أولى ثانوي، بس هنضبّط فيه شوية حاجات تانية بكالوريا. صلّي بينا على النبي. لو هنبدأ يالّا بأول عنصر، اللي هو محور الفهم. إيه الحاجات اللي هندرسها في الفهم تاني؟ إيه الأسئلة اللي هتيجي لي في الامتحان وكتاب الوزارة ذكرها على الدروس بتاعتنا؟ أول سؤال اتذكر النهارده هنقوله هو ما هي الفكرة المحورية؟ أو يسميها رئيسية أو يسميها مركزية. أول سؤال النهارده حدد فكرة، فكرة إيه يا مستر؟ فكرة محورية، فكرة رئيسية، فكرة مركزية، أي حاجة من دول يعني إيه فكرة أصلًا في الآخر؟ هنتكلم فيها. عندك زاوية الرؤية بتاعة الكاتب، الكاتب بيتكلم من منطلق سياسي والّا تعليمي والّا يا ترى بيتكلم من جانب اقتصادي؟ هنشوف الموضوع دوّة. طيب عندنا نوع الخطاب، الكاتب استخدم أنهي نوع من أنواع الخطاب؟ يا ترى ده سرد يعني حكاية والّا يا ترى ده إيه بالضبط؟ التسلسل الفكري، الكاتب ماشي بنظام مرتب أو لأ؟ هنتكلم فيه. الفكرة أو المعنى الضمني للكلمة إن إحنا نطلّع معاني الكلمات من خلال الجملة مش من خلال حفظ ليها. طيب مش المعنى اللغوي يعني. السبب والنتيجة، ادّيني يعني إيه كلمة سبب ويعني إيه كلمة نتيجة، وإيه نتيجة الحاجة لو حصلت، هنستنتجها إحنا بفهمنا طبعًا، كُلّه اسمه محور إيه، الفهم. هنبدأ يالّا بداية وتوكلنا على الله. ما هي يا مستر أول سؤال؟ الفكرة المحورية. أنا مش هابدأ بالفكرة المحورية، أنا هابدأ بوصية مني ليك، برّه المنهج بقى. إيه هي؟ أستاذي الجميل، يوم ما يتحط قدّامك قطعة نص معلوماتي، في معلومات القطعة دي مكوّنة من 5، 6 فقرات، عايزين بسم الله كده الله أكبر تتقرأ. هتقول لي إيه؟ هاقول لك تتقرأ، لازم قراءة وقراءة متأنية جيدة 100%. ليه؟ حبيبي أنت كنت في أولى ثانوي بتقرأ لي شوية من فوق على شوية من تحت دِب، 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 طخ وتروح إيه، مدّيني الإجابة. ده في البكالوريا مرفوض تمامًا. ليه؟ لإن حبيب قلبي أنت لو ما فهمتش مش بس قراءة، قراءة زائد فهم للقطعة اللي جايبها لك، أنت غالبًا هتحل نُص الأسئلة غلط. مش باحبطك، بس باحذّرك من ده. اوعى اللي أنت تمشيها اللي هو إيه، مستر أنا هاقرأ إيه حبّني كده وعدّي، لأ. لو قرأت كده أهو كروتة، أنت هتوقّع نفسك في مشاكل، ما إحنا مش عايزينها، إحنا في غنى عنها يابا. طيب حبيبي، إحنا أول حاجة أنا باوصّيك هام جدًا لو أنت مش هتعمل دي ما تسمعش الحصة خالص، 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 وما تستناش درجة من الفرع ده. لازم أول حاجة قراءة النص بفهم أولًا. سيبك من اللي هو هيسأل فيه، اللي هو هيسأل فيه بالمناسبة يا شباب هيبقى ثابت، في كل القطع وكل الواجبات وكل التدريبات هيبقى الأسئلة منهجها واحد، ولكن القطعة اللي بتتغير. إذًا أنا لازم أبُص على المتغير قبل أمّا أبُص على الثابت. المتغير إن أنا أقرأ النص حلو، وأقرأه بفهم دقيق 100%. حلو، قرأنا يا مستر وفهمنا يا مستر. طيب أول حاجة وأول سؤال هيسأله لنا، ما الفكرة المحورية للموضوع أو للكاتب؟ إيه الفكرة اللي استخدمها؟ بُص السؤال بييجي إزاي، حدد الفكرة الرئيسية أو الرئيسة أو المحورية أو المركزية، دول إيه؟ دول نفس المصطلحات، أنا كاتب لك كله. طيب الراجل هيطلب مني حدد الفكرة، يعني إيه يا مستر فكرة أصلًا؟ الفكرة هي عبارة عن جملة مفيدة مختصرة، جملة مفيدة مختصرة، أنت اللي تستنتجها، بتعبر عن القطعة كاملةً. يعني إيه؟ قلبي الجميل، الراجل بيتكلم في القطعة عن الرياضة، فبدأ في أول قطعة تخيل معايا كده، بدأ بتعريف الرياضة، هو أداء حركي يقوم به الإنسان، ماشي؟
ثم بعد ذلك في الفقرة الثانية قال لك أنواع الرياضة، ثم بعد ذلك في الفكرة الثالثة قال لك فوائد الرياضة، ثم في الفكرة الرابعة نصح بإيه؟ بالحرص على الرياضة دي. فكرة الكاتب أكتر كلمة أنا ذكرتها دلوقتي هي الرياضة، صح؟ صح، بس ملحوظة بقى، أنا مش باكتب الرياضة وباخلع، أنا باكتب مثلًا إن الرياضة تنمي الجسم والعقل، أنا بادّي زي عنوان بس مش هاقول عنوان، أنا بادّي الكاتب عايز يوصّل لي إيه من القطعة دي، أنا عمّال أكلمك عن الرياضة يبقى الكاتب بيشجّع على إيه، على ممارسة الرياضة لفوائدها، ده اسمه فكرة، فكرتي يعني إيه، يعني رسالتي، فكرتي يعني رسالتي، الكاتب عايز يوصّل لي إيه، بس ملاحظات قبل أمّا أحل. ما ينفعش تكون الفكرة كلمة واحدة، يعني ما ينفعش الكاتب يكون جايب مثلًا قطعة بتتكلم عن المخدرات، فأنا أكتب الإجابة المخدرات وأمشي، مش هتلاقي كده أصلًا، أمال إيه؟ خلّي بالك عشان ساعات السؤال ده هيقلب منك مقالي، ممكن اختياري، لو اختياري أنت هتختار وهتبقى سهلة، في المقالي أنا باحذّرك عشان أمّا تيجي تكتب، مستحيل الفكرة المحورية تبقى كلمة واحدة. أمال إيه؟ قال لك لازم تكون جملة، دي أول حاجة خلّي بالك منها. 2 لازم تكون الجملة اللي أنت تكتبها شاملة، شاملة يعني إيه؟ يعني يا أستاذ ما تقوليش بقى بيتكلم عن أنواع الرياضة ودي أصلًا فقرة جوّه القطعة مش كلّها، دي حتّة جوّه القطعة مش أساسية، ما ينفعش أختار حاجة فرعية، لازم الجملة اللي هتختارها تجيب من أول سطر لآخر سطر في القطعة، تكون شاملة كل اللي حواليها، دي أو تاني ملحوظة. الإيجاز أو الاختصار. ما ينفعش برضه مش معنى إن أنا قُلت لك الفكرة ما تبقاش كلمة، فأنت تقوم مدّيها لي سطرين، ليه؟ ليه؟ خير الأمور أوسطها، خلّيك يا قلبي في الوسط، هي جملة مكوّنة من 4، 5 كلمات وليس سطرين، إيجاز يعني إيه يا مستر؟ إيجاز يعني اختصار وتكون واضحة، مختصرة، واضحة. تاني، الفكرة المحورية هي جملة مفيدة مختصرة بتعبّر عن رسالة الكاتب أو الكاتب عايز يوصّله للقارئ، إيه اللي الكاتب عايز يوصّله للقارئ؟ أنا أكتبه. كلمني عن التدخين، يبقى هو بيدعو إلى التجنب أو الإقلاع عن التدخين لأضراره. كلمني مثلًا على الخُلُق، يبقى هو بيدعو الكاتب إلى التمسّك بالأخلاق. فاهم اللعبة؟ أنا بادّي الرسالة أو النصيحة اللي الكاتب بيوجّهها لنا. دي اسمها في الآخر فكرة إيه، محورية أو يغيّرها رئيسية أو مركزية ما تتخضّش. طيب تعالَ نجرّب. أنا عشان أحل يا مستر بأدق إجابة قبل أمّا آخُد قطعة، عليّا وعلى إيه؟ زي ما قُلت لك دي هاكتبها في كل النُقط، الفهم العام والشامل للنص، افهم النص كُلّه بيدور حوالين إيه. 2 الفكرة المكررة بألفاظ مختلفة، أنا عمّال كل شوية أقول الرياضة، 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 إذًا الكلام عنها، يبقى لازم أجيب جملة فيها الرياضة، فاهم اللعبة؟ دَوّر على المكرر أكتر. طيب ما هو أنت مش هتدوّر، عشان ما أجيش أخنقك، أنت هتقرأ طبعًا كده القطعة كاملة، مش هنستعين بعينينا ها، أنا عارف شغلك. الفكرة اللي تدور حولها الأمثلة، هو الراجل عمّال يدّي أمثلة، مثلًا الرياضة مثلًا الجماعية والرياضة الفردية، يبقى هو العنصر الشامل بينهم إيه، رياضة في الآخر، صح؟ طيب، أحيانًا بينتهي الكاتب بسؤال مهم، يقول لك مثلًا كده، بيقول لك: "وهل الرياضة لها فوائد معدودة مثلًا، يعني هي الرياضة ليها فوائد معدودة؟ ده سؤال بيبقى إجابته في الغالب لا، أو في الغالب ما بيبقاش ليه إجابة أصلًا، بنستعين منه إن إحنا ناخد منه الفكرة، إن الراجل بيتكلم عن فوائد الرياضة، صح والّا إيه؟ قُلت لك مثلًا كده، دعونا نسأل أنفسنا دومًا ماشي، إن إحنا مثلًا أن هل تجوز الحياة دون أخلاق؟ يبقى الكاتب بيروح يقول إيه، هو عايز يوصّل إيه، أن الأخلاق هي صفة أساسية في حياتنا، فاهم اللقطة؟ يبقى أنا النهارده أتمنى تكون فاهم قصدي إيه من الحتّة دي، عشان الحتّة دي يا جماعة والله ياما بهدلت أبطال. طيب السؤال، عندنا كتاب الوزارة. مش هاجيب أمثلة برّه كتاب الوزارة، عشان أنت كطالب بكالوريا تكون متطمن وتكون فاهم أنا جايب من الكتاب السؤال نصًا، عشان تعرف إن ده أساسي بييجي إزاي. سؤال يا معلم وصلِّ بينا على النبي. أول وحدة كان عندنا درس اسمه العلم بين القانون والضمير، طبعًا هندرسه بالتفصيل وهنشرحه كلمة، كلمة، ولكن هادّيك دلوقتي نبذة مختصرة عنه واعتبرها هي القطعة، وأنا هاختار إجابة، ماشي؟ الراجل أول حاجة بدأ لنا في الدرس ده عن مفهوم العلم. بدأ يعرّف لنا العلم، إن العلم ده شيء مهم في حياتنا وإن لا غنى عنه في حياتنا. ثم بعد ذلك عرّفنا الراجل بالقانون، إن لازم العلم ده يكون يخضع للقانون، ما يبقاش علم يعني زي ما بنقول كده
علم مخالف او مضر، ماشي، ما دمرش بيه دول يعني. وكلمنا كمان عن الضمير، والتمسك بالعلم مع الضمير شيء مهم. امين امين يابا. يبقى الراجل بيتكلم عن 3 كلمات، عن العلم مع القانون مع الضمير. العلم لوحده لا يكفي، ماشي. القانون لازم العلم يكون تابع للقانون، ويكون تابع اكتر لمين؟ للضمير. يكون عندك علم وبرضه تحت قانون دولتك، ما اروحش اصنع قنابل نوويه، ماشي. طيب، او استخدم الذكاء الاصطناعي اللي هو عندنا دلوقتي نستخدمه في شيء مضر، او ان احنا نقول حد حاجه ما قالهاش ونزور ونعمل، ده كله حرام. والضمير نفس القصه، القانون والضمير تقريبا يعني سكه واحده. طيب الراجل بيقول لي الفكره الرئيسيه او الرئيسه للنص، ما قالش رئيسيه هيقول لك محوريه، ما قالش محوريه هقول مركزيه، كلهم مسمى ايه يا شباب؟ واحد. طيب هختار ايه؟ راجع 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 راجع. جملة تشمل الموضوع كاملا، جملة تشمل الموضوع كاملا. يا راجل، الراجل بيقول لي العلم خطر بطبيعته، هل ده يعقل؟ مش دي فكرة الكاتب. هو الكاتب مش عايز يقول ان العلم مضر، هو عايز يقول لك ان العلم حلو بس بشروط. فاهم حاجة؟ طيب، القانون وحده يكفي لتنظيم التقدم العلمي. القانون وحده، هل هو وحده هو اللي ينفع؟ هو الراجل قال القانون ومين كمان؟ الضمير. كل اللي انا بكنسله ده بكنسله ليه؟ لان هو مخالف للي انا فاهمه، ان الفكره المحوريه لازم تكون مطابقه للنص كاملا. ما ينفعش يكون بيكلمني عن الرياضه وانا اقوم جاي مجاوب له اجابه عن التواصل الاجتماعي. لا يا قلبي، لازم يكون الموضوع من مضمون القطعه. طيب، قيمة العلم تتحدد بمدى خضوعه للضمير والمسؤولية، صح أم خطأ؟ أنا شايف إن دي أصح واحدة. مختلف معايا؟ تعال نفكر. قيمة العلم ما بتتحددش باللي انت ذاكرته، انما هي بتتحدد بالضمير اللي عندك مع العلم ده. لو دكتور وما عندوش ضمير، ايه لازمة شهادة الدكتوراه اللي هو خدها او الطب اللي هو خدها؟ ولا ليها لازمة. طيب لو دكتور وما عندوش مسؤولية، ايه لازمة العلم اللي هو درسه او اتعلمه؟ ولا حاجة. اذا فعلا الدرس عايز يعلمنا ان العلم بيتحدد على حسب الضمير مش على حسب الكتب. طب بص الأخيرة يمكن تنفع. التكنولوجيا أخطر من العلم القديم. التكنولوجيا أخطر من العلم القديم. حبيبي، علم قديم علم حديث، القصة مش ده اللي هو عايز يكلمني عنها. هو مش بيكلمني عن التكنولوجيا أصلا، هو بيديني مثال عن التكنولوجيا جوه، عشان ما تروحش تقرأ الدرس. لو جيت قرأناه هتلاقي في جملة اسمها الذكاء الاصطناعي. تقول لي أيوه، ما هو دي التكنولوجيا اهي. هو مش بيتكلم عن الذكاء الاصطناعي فوق، هو بيتكلم عن إن العلم بيستخدم بس بالضمير وبالمسؤولية، وعدم استغلال التكنولوجيا استغلال خاطئ. افهم اللقطة دي. يبقى أنا بسم الله بحدد الفكرة المحورية. خدت دي ليه؟ عشان دي يا أستاذ شاملة للموضوع. حد لاحظ حاجة؟ هي مش كلمة واحدة، دي جملة بتشرح وبرضه في نفس الوقت واضحة، بتفسر لي الموضوع بيتكلم عن إيه ببساطة. طيب، تالت حاجة، مثلا بلاش إن إحنا نعدي دي من غير مثال تاني. لو أنا قلت كده، الخلق ليس مجرد أوامر، وده عندكم في المنهج، وزواجر، إنما هو عقيدة ونية وإيمان وموقف. الكاتب هنا فكرته إيه؟ فكرته هو التمسك بالخلق، التمسك بالخلق والإيمان به، وليس بالمظاهر فقط. الراجل بيقول لك هو مش أوامر وزواجر يعني موانع بس، إنما هو عقيدة ثابتة زي ما أنت عارف دينك كده ثابت، ونية وإيمان وموقف. يبقى الراجل بيدعو لإيه؟ الإيمان بالخلق، ماشي؟ أو التمسك بالخلق مع العقيدة والإيمان القوي. يبقى إحنا هنا النهارده أول لما أقول لك هات فكرة محورية سهلة خالص خالص خالص. قول لي الكاتب عايز يقول لي ايه، وما باخدهاش نصا من القطعه، انا بستنتجها. المحور اللي احنا شغالين فيه لو انت نسيت اسمه محور الفهم، يعني انا مش بقص والزق. افهم اللقطه دي. طيب تاني سؤال، او مش سؤال، هي ملحوظه انا عملتها لك. مستر انا كنت اسمع زمان ان في حاجه اسمها ضع عنوان مناسب، وانت دلوقتي جاي لي النهارده بحاجه جديده اسمها فكره رئيسيه. هل ده يطابق ده وحل الاثنين بطريقه واحده؟ اقول لك لا. لا او الف لا. ليه بقى؟ العنوان هو الكاتب بيتكلم عن ايه وخلاص،
والله الراجل بيتكلم عن الرياضه، هكتب مثلا الرياضه البدنيه. الراجل بيتكلم عن التدخين، يبقى هكتب كده التدخين مثلا او سلبيات التدخين. عنوان يعني مختصر كلمتين، ما بخشش في تفاصيل وما بقولش الكاتب عايز يوصل لنا ايه، لا انا بدي عنوان قشره بس من بره. طيب الكاتب بيتكلم عن ايه؟ والله لو بيتكلم عن التدخين فانا هكتب مثلا اضرار التدخين. هل ده الكاتب عايز يوصله لي؟ يعني هو الكاتب عايز يعرفني اضرار التدخين؟ لا، هو لو عايز يعرفني اضرار التدخين قصده يقول لك ابعد عنه. ابعد عنه دي الفكره بقى، ابعد عنه دي الفكره المحوريه بتاعتنا. انا لما اقول لك ان الحاجه دي مضره، يبقى انا نيتي اللي انا بقولها لك عشان تعمل ايه؟ تبعد، صح ولا لا؟ طيب يبقى القول الاول اسمه عنوان. طيب لو حب يقول لي عنوان، هدي العنوان المختصر للقطعه بتتكلم عن ايه وخلاص. عن التواصل الاجتماعي، عن الرياضه البدنيه، عن التعليم، عن بعد مثلا دي اسمها عناوين، بتبقى قشور اشياء، حاجه بره. لكن لو قلت فكره، تقول لي الكاتب عايز يوصل لي ايه من الكلام اللي هو كاتبه ده. تاني الراجل اتكلم عن التدخين، فهروح مديله عنوان اسمه اضرار التدخين. لو هو نفس القطعه بس ما قالش عنوان، قال فكره رئيسيه، يبقى هقول لك الكاتب عايز يوصل ايه. الكاتب هنا عايز يوصل لنا البعد عن التدخين لتقي نفسك منه. هو ما قالهاش صراحه بس انا فهمتها من كلامه. لما اقعد اقول لك ان الحاجه دي ليها ضرر، واحد اتنين تلاته اربعه يا ابني، يبقى انا كده اقصد اقول لك روح لها ولا ابعد؟ ابعد. يبقى دي فكرتي. فاهم اللقطه؟ يا رب يا رب يا رب تكون معايا في الحته دي كويس قوي يا جماعه. تاني حاجه، كده السؤال الاول فركش، هناخد السؤال الثاني. احنا هنمشي اسئله نتعامل مع كل واحد ازاي مع التدعيم او التطبيق من كتاب الوزاره. طيب السؤال الثاني اسمه زاويه الكاتب. وكلمه زاويه الكاتب انا ممكن ابدلها بكلمه اتجاهه. اتجاه الكاتب. الكاتب بيتكلم من انهي اتجاه؟ تقول لي يعني ايه اتجاه اصلا؟ هقول لك على حاجه حلوه. الاتجاه هو اللي في الموضوع، ممكن يكون اجتماعي، ممكن يكون سياسي، ممكن يكون اقتصادي. ما اقدرش اثبت لك اجابه هنا برضه لان كله معتمد على فهمك انت. طب نعمل ايه؟ والله هتقرا القطعه، كده كده انت هتقراها، وربنا لما قراتها علقك، مفيش مفر، هتقرا القطعه. الراجل بيتكلم عن الاموال وعن ميزانيه مصر، وبيتكلم عن الغلا، وبيتكلم عن ان المؤشرات في البورصه مش عارف ايه. ده جانب اسمه كده جانب ايه؟ اقتصادي. يبقى اروح قايل له زاويه الكاتب هنا اقتصاديه. ايه ده؟ يعني زاويه الكاتب على حسب اللي بيتكلم فيه بالظبط. فيري جود. ليه بقى؟ لان حضرتك انا مش هعرف اقول لك زاويه ثابته غير لما تشوف الكلام عن مين. والله الراجل بيتكلم عن حب، بيتكلم عن خير، بيتكلم عن شر، بيتكلم عن حلال، بيتكلم عن حرام. هو كل ده جانب اقتصادي؟ لا، ده اسمه زاويه ايه؟ اخلاقيه، بيعلمني الاخلاق. طب لو الراجل بيتكلم عن الاخوه والترابط اللي احنا يبقى بيننا من بعضنا بعض، ماشي، ده اجتماعي، زاويه اجتماعيه. طب الراجل دلوقتي لو اتكلم عن دوله او جيش او وزاره او سلطه او مملكه بتوع زمان، يبقى دي اسمها زاويه ايه؟ سياسيه. الراجل بيتكلم عن العلم وابحاث العلماء والتقدم العلمي الذين نحن فيه، هنا دلوقتي نقول دي زاويه اسمها زاويه ايه؟ علميه. تاني، يبقى انا الزاويه بتتحدد بناء عن اتجاه الكاتب. بيتكلم عن الدين يبقى اتجاهه او زاويته دينيه. بيتكلم عن العلم يبقى علميه. بيتكلم عن حاجه في المجتمع يبقى اسمها اجتماعيه، زي ظاهره الفقر، زي ظاهره الغنى، دي اسمها كده زاويه اجتماعيه. يبقى من اين تاتي الزاويه؟ تاتي من محور كلام الكاتب. ان الكاتب على حسب موضوعه قول لي زاويته كذا. خلاص. طيب الزوايا زي مين؟ زي اجتماعي، سياسي، اقتصادي. قول لي هو بيتكلم من انهي منطلق او من انهي اتجاه. ادي لقطه. طيب السؤال بتاع الزاويه اظن سهل، هنتدرب عليه في الاسئله تحت. طيب عندنا الخطاب اللي الكاتب بيخاطب بيه الناس. الخطاب عندنا هو خطاب. يعني ايه خطاب؟ خطاب يا استاذ يعني الموضوع بتاعه. الكاتب اتبع الخطاب اللي بيخاطبك بيه انت بأنهي اسلوب من الاساليب. حضرتك عندنا 4 انواع للخطاب، 4 انواع هتفهمهم واحده واحده وسهلين خالص. الخطاب يعني ايه يا مستر؟ الخطاب يا استاذ يعني الاسلوب او الطريقه التي اتبعها الكاتب للاقناع بفكرته. يعني ايه؟ قول لي الكاتب اتبع انهي اسلوب عشان يقنعني بالفكره اللي هو بيحدثني فيها دلوقتي ده. مش فاهم يا مستر؟ هقول لك قلب المستر في دقيقتين بالظبط. الخطاب عندنا ليه انواع. الاول احفظ عنوانهم لحد ما اشرح لك دلوقتي. في خطاب اسمه خطاب سردي. سرد يعني حكايه، سرد يعني حكايه،
بحكي قصة فيها مكان، فيها زمان، فيها أشخاص، فيها أي حاجة، اسمه خطاب سردي. مش هشرحه دلوقتي، أنا بقول لك الأسامي الأول. في خطاب رقم 2 اسمه خطاب وصفي. يعني إيه خطاب وصفي؟ وصفي 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 وصفي، يعني بيعمل إيه يا أستاذ؟ بياكل؟ لا، بيوصف. افهم اللقطة دي من بره الأول. في خطاب اسمه خطاب حجاجي أو حجاجي زي ما أنت بتقول، وفي خطاب اسمه خطاب عاطفي. طيب مستر، هم يبدو من بعيد إن هم حلوين، بس أنا قلبي موغوش. تعالى يا قلبي الموغوش. أول نوع من الخطابات عندنا اسمه خطاب سردي. خطاب إيه؟ سردي. سردي يا أستاذ، سردي يا أستاذ، سردي يا أستاذ، لما تلاقيه بيحكي حاجة عاملة زي القصة أو الحكاية. إيه القصة والحكاية يا مستر؟ لما كانت ماما بتحكي لك حدوته، كانت بتقول لك كان يا مكان في مش عارف في ارض ايه كان في تعبان، وتقعد ايه تحكي لك قصه فيها مكان وزمان واشخاص، صح؟ طيب السردي عن القصه حدوته افتكرها باللقطه دي. ايه اللي هلاقيه فيها يا مستر؟ قال لك يعني الكاتب بيحكي قصه فيها ايه بقى؟ شخصيات، واحد. اتنين، فيها ايه كمان؟ مكان. تلاتة، فيها ايه؟ احداث، وفي الغالب بتلاقي احداثها في الماضي، بتلاقي افعال كتير، بتلاقي حركه كتير، تنقلات من مكان لمكان تاني. اقرا القطعه، حلو، كله معتمد على القراءه. شايف؟ كلها فهم عشان معتمد على القراءه فقط. محدش هيجي يغششك اجابه زي دي، انت اللي بتوصل لها بعقلك انت، ويا خوفي منه. يبقى عناصر السرد. السرد لما نلاقي في القطعة مكان، نلاقي في القطعة شخصيات، نلاقي في القطعة أحداث أو كثرة التنقل والحركة زي ما أنا قلت لك، أو فعل ماضي، قول ده نوع الخطاب. هيجي يسألك هنا إيه نوع الخطاب؟ أقول له خطاب سردي. مثال. قبل ما أقول المثال هتقول لي إيه اللي ممكن أشوفه من الأدوات بتاعة الربط اللي بيربط الجمل، زي كلمة ثم، زي كلمة بعد ذلك، وبعد، واخيرا، وفي النهايه، ومن ثم. هتلاقي دول اسمهم ادوات بتربط الاحداث ببعضها. فلذلك طالما في احداث هقول هنا ان الخطاب خطاب سردي. حلو. مثال بقى عشان الكلام كده يبدا يحلو ونبدا نشوف حالنا كويس. صلي بينا على النبي. مثال بيقول تنهد سامي. تنهد اللي هو ايه؟ كده. ده التنهد ده لما تبقى قاعد كده واول ما تسمع النتيجه واحده ريحه كده حلو. تنهد سامي في ارتياح تمازجه اللهفه وهو يغلق الباب بعد الغداء. مشهد اهو. وجلس الى مكتبه. جلس حركه ماضي اهو. ماشي. واحاط بذراعيه كراسته. قعد وراح حاطط الكراسه قدامه كده. واستوثق انه لن يعكر عليه احد خلوته. مفيش حد هيخش يبوظ لي دماغي. انا قاعد كده في خلوه، قاعد كده في هدوء، هقرا بقى من الكتاب ده ولا هعمل اي حاجه مع صديقيه ساعات. ماشي. وهذان صديقا ممددين على السرير يراقبنه. اتنين من صحابه ايه؟ مريحين على السرير جنبه عمالين بيتفرجوا عليه. تعمل ايه يا سامي؟ اقعد انت في جنب. وتردد سامي قليلا ثم قال أتحبان أن أبدأ بالقصة الطويلة أم بالأقاصيص؟ لا، القصة الصغيرة يعني. قال مفيد ابدأ بما تحب، وقال محمود لنبدأ بالطويلة. بدأ يقرأ مضطرب النبرات. قاعد صوته مضطرب، مش واضح. ولكنه ما لبث أن انساب في طلاقة ومضت عيناه بين السطور لا تضلان ولا تحجمان. سؤال يا تانية بكالوريا. يا بكالوري انت صغير، قول لي كده، في شخصيات يا ابن الحلال؟ في 3. في سامي، في مفيد، وفي محمود. 1 2. في اماكن، غرفته، مكتبه، اماكن، صح؟ حلو. انا بمشي على النقط مش بعمل حاجه. اوعى تشغل دي، انت هتمشي على قاعده. ماشي. في افعال وفي احداث وفي حركه. ده قال وده سكت وده قعد وده مش عارف ايه. يبقى بين قوسين كده الخطاب ده لا جدال فيه اسمه خطاب سردي. بيحكي لنا موقف سردي. طيب تاني خطاب اسمه خطاب وصفي. والوصف يا استاذ من اسمه كده يعني انا بوصف حاجة. بتوصف حاجة من مين؟ بوصف مثلا مشهد، بوصف مثلا مكان، بوصف مثلا شخص، أنا بوصف حد. وهنا هنلاحظ حاجة. مين هو الخطاب الوصفي الأول؟ قال لك هو خطاب بيهتم بتصوير الأشخاص أو الأماكن أو المشاهد تصويرا دون حركة. يعني إيه تصويرا دون حركة؟
قاعد دلوقتي قلت لك الحديقة تبدو كالشمس، والحديقة تتلألأ كالمرجان أو كاللؤلؤ. أنا كده ما باقولش مكان أكتر من مكان. رقم 2 ما فيش تنقُّل راح ولا رُحت ولا جيت، أنا قاعد مكاني باوصف صورة. شُفت الphotographer لمّا بيصوّر؟ لمّا الراجل بتاع الphoto session بيصوّر؟ بياخد الصورة في لحظتها بأكشنها وبس. هل هي فيديو؟ لأ، صورة، كادر واحد. طيب، هو ده اللي اسمه خطاب وصفي. طيب، هو بييجي ليه أصلًا؟ قال لك هدفه نقل الصورة كما هي لذهن القارئ عشان يوصّل لي المشهد اللي هو شافه بالعين كده. طيب، إيه سماته؟ يعني هالاقي فيه إيه؟ قال لك هتلاقي فيه نعت، قلبي يا قلبي يا قلبي تعالَ نروح نحو بسرعة ونيجي. النعت يعني إيه أصلًا؟ النعت يعني صفة، زي لمّا أقول لك مثلًا كده الحدائق الخضراء، أنا وصفت الحدائق بإنها إيه؟ خضراء، ده اسمه نعت. هتلاقي فيه حال، الحال اللي بنسأل عنه كيف، ماشي؟ ورأيت الحديقة تتلألأ. ماشي، أو رأيت جمالها مثلًا يلمع، أنا باوصف حالها وقت الرؤية. طيب، بتلاقي فيه مضارع. طب أنواعها إيه؟ قال لك ممكن أوصف أشخاص، أماكن، أشياء، أي وصف ينفع مش أشخاص بس. طيب، ادينا نموذج. يلا، أنا هازود حاجة كمان لطلابنا الحلوين. لو فاكر التشبيه بتاع أولى ثانوي هنحتاجه. التشبيه لما يجي في القطعة اعرف إن بنسبة 90% خطاب وصفي. لما يشبه حاجة بحاجة وتلاقي كأنه ومثله والكلام ده. تعال، مثال: كأنما الأرض تنبسط في سلاسة عجيبة. كأنما بدأ بأداة تشبيه. اصحى كأن تحت ظلال السماء الصافية حيث تنبض التلال في فعل مضارع اهو، ماشي. الخضراء في نعت اهو، شايف؟ طيب، بنبض الحياة كأم تحتضن طفلها في طمأنينة. وهنا يسكن الهواء العليل كأنفاس رقيقة في كاف تشبيه. أسأل سؤال: هو أنا هنا باحكي قصة؟ لأ، أنا باوصف مشهد. حد واخد باله من دي؟ سهلة أوي والله العظيم، والله سهلة، أقسم بالله سهلة، ورب العزة سهلة. بس أنت نضّف دي. الموضوع رايق أوي، البكالوريا رايقة أوي، بس أنت تكون فاهم اللقطة فين، هي دي الحكمة. طيب، فتملأ الروح بذكينا إلى آخره. المهم إن ده اسمه وصف يا عم. الخطاب اللي جاي مهم أوي، 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 أوي. اسمه الخطاب الحجاجي. من هو الخطاب الحجاجي؟ قال لك المقصود به هو الذي يهدف إلى إقناع المخاطب. أول حاجة، أنا مش باحكي لك حاجة، مش باحكي لك مشهد، أنا باحكي لك حاجة هاقنعك بيها دلوقتي. لمّا بتيجي تقعد وأمك تقفشك أو أمك تقفشك وأنت قاعد ضربت أخوك والّا عملت والّا عملت وعملت، وتقول لك أمّا ييجي أبوك، فأنت بتحضّر للجلسة دي. دي جلسة ولا أجدعها جلسة في أجدع محكمة. أنت بتقعد بقى تحضّر أنا هاقول إيه. أو لو أبوك قفشك بتشرب حاجة، ماشي، قفشك وعمل كده، أنت بقى بتقعد محضّر بقى إيه الحجج اللي أنا هاقولها. بُص، إحنا أصلًا بالعامية بنقولها حجج، هي اسمها حُجج. حُجج يعني أدلة. أنا هاقول دليل على اللي أنا عملته عشان إيه، أطلع منّه براءة. زي ما المحامي بالضبط بيدرس الجلسة بتاعته أو القضية بتاعته وبيطلع قدّام القاضي يقول الحُجج بتاعته. طيب، صلّي بينا على النبي. تعريفه العلمي إيه عندنا؟ هو الذي يهدف إلى إقناع المخاطب برأي أو فكرة معينة، وكأن الكاتب محامٍ. بُص كده، كأن الكاتب ده محامي، كأن الكاتب دوّة قاعد قدّام قاضي وبيتكلم، هو بيبرر لكلامه قد كده. طيب، رأيًا أو أطروحة ويدافع عنها بالأدلة والبراهين. اختصارًا يا بكالوري صغير أنت، يا بكالوري يا صغير، يا بكالورياية يا صغيرة، أنا لمّا ألاقي موضوع فكرة بيتكلّم عن السوشيال ميديا، ماشي، بيتكلّم عن الهواتف وادّى أدلة سواء بقى بالإيجابي أو بالسلبي، ادّى أمثلة ودليل، اعرف إن أنت حضرتك في خطاب حجاجي. إزاي يعني؟ قبل أمّا أقول لك إزاي نعرف الأول هدفه وسماته. هو التأثير الفكري في القارئ وتغيُّر قناعته. لازم يغيّر قناعتك، تغيير القناعة. يعني إيه؟ واحد كان مقتنع إن المخدرات دي بتضبّطه، واحد كان مقتنع مثلًا إن السوشيال ميديا دي بتسلّيه، فالكاتب يطلع يفند لك الكلام ده ويقول لك لأ، محتاج لمراجعة كلامك ده. ده السوشيال ميديا دي بتعمل انفصال اجتماعي وليس زي ما فهمونا تواصل اجتماعي. لأ، ده السوشيال ميديا دي بتؤثّر على العقل وبتسبب الانطواء. أنا بادّيك إيه، سلبياتها عشان تغيّر اللي أنت كنت فاهمه صح عنها. حلو. سماته. جميل، جميل. استخدام أساليب التوكيد دايمًا هنا. أساليب التوكيد اللي هو زي مثلًا يقول لك إن، قد، لقد، ماشي؟
حط اساليب توكيد يعني بيأكد على كلامه بحجته. طيب بنستخدم ادوات شرط زي التعليل بقى، مش زي ثم وبعد ذلك. لا، بنستخدم هنا كلمه زي كلمه لان، لذلك، اذا، لو، من ثم. بص كده هتلاقي الادوات بتاعه الربط دي تسمى ربط الاسباب بمسبباتها. يعني ايه لما اقول لك مثلا اذاكر جيدا؟ لانني احتاج الى النجاح، انا ببرر للفعل اللي انا عملته. صح صح، يبقى ده اسمه كده حجاجي. طيب استشهاد بآيات، هتلاقي الكاتب دخل آية، حديث، مقولة من بره، مقولة حكماء، إحصائيات أو أمثلة واقعية. لما يقول لك مثلا وكما حدث في مثلا فلسطين، أنا بدي مثال من بره، بدي مقولة، بدي آية. مثلا أقول واستوصوا بالنساء خيرا لو هو بيتكلم عن النساء، إذا أنا بستعين بآية. طيب أو بحديث، يعني اللي إحنا قلناها دي زي الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يلا اللي جاي زي مين؟ إن العلم وحده لا ينفع لبناء الحضارات، لأن العلم بلا أخلاق أداة هدم، وإذا تغافل العالم عن الأخلاق فسوف نرى الهلاك المحقق. سؤال 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 سؤال، في أداة اسمها إيه؟ لأن حلو الكلام ده وعسل. هو بيبرر إن العلم لوحده ما ينفعش، إنما محتاج إيه؟ أخلاق. بيبرر يعني بيقدم حجج، يعني خطاب حجاجي. هقول تاني، كمل. وقد أثبتت الدراسات، في أداة توكيد، أثبتت الدراسات، وهنا بيستعين بإيه؟ حاجة خارجية، والإحصاءات، أنه بدون الضوابط الأخلاقية سإيه؟ قال لك سيجر العالم إلى تجارب مأساوية. حلو الكلام كده. الفكرة إن العلم بمفرده لا يبني حضارة، دي الفكرة الأساسية. بنسميها كده أهو، أنا كاتبها لك هنا يا رب تكون مكتوبة، اطروحه. دي اللي الكاتب طرحه، ده اللي الكاتب طرحه، دي الحجه الاساسيه. طيب ايه الدليل عليها؟ الحجج اهي. هيقول لك هات الفكره واذكر الحجه عليه. ان لابد للعلم من ايه؟ من اخلاق، والعلم اداه هدم كما اكدت الدراسات. والا كان العلم اداه هدم كما اكدت الدراسات. كده انا قلت الحجه اللي الكاتب قالها، او الحجه اللي الكاتب قالها. حلو، تعالى اللي جاي. السؤال الرابع بيقول، يبقى احنا كده ثواني قبل ما نخلص ده، الخطاب الاخير معلش عشان ايه سبناه، اسمه الخطاب العاطفي. الخطاب العاطفي. بين ايه العاطفي ده؟ قال لك ده العاطفي ده لما تلاقي بقى فيه شعور حب وكره، لما تلاقي الكاتب بيتكلم بعواطف، اللي هو ايه؟ بيحب الشيء ده، متعلق بالشيء ده، يبقى انا اقول الخطاب عاطفي، وده يعني يعتبر قليل شويه. تعال نبدا بقى. التسلسل الفكري. كلمة تسلسل يا أستاذة ويا أستاذ في اللغة يعني ترتيب، وده اللي بدأت بيه الحصة. إن الكاتب لازم قبل ما يبدأ النص المعلوماتي بتاعه، لازم. أنت طبعا أنا قلت هيبقى عبارة عن فقرات، ها؟ أو أدي دي مثلا فقرة رقم واحد، أدي دي مثلا فقرة رقم اتنين، أدي دي مثلا فقرة رقم تلاتة. اسمع بقى، الفقرات أهي أهي أهي. كم فكرة؟ 3. اسمع بقى، لازم يكون الكاتب متسلسل فكريا، يعني لازم يكون الكاتب مرتب أفكاره. أنا لو هتكلم عن العلم، هل يجوز يا شباب إن أنا أبدأ بأضراره أولا؟ تقول لي مش منطقي يا مستر. حلو الكلام ده، وامسك في الكلمة دي، هو مش منطقي فعلا. يعني إيه أبدأ بالحاجة؟ أنا هجيبها بالتسلسل الأول، أعرفك يعني إيه العلم، ثم إيه فوائد العلم، ثم أضراره، وبعد كده أحط حل في الآخر ولا نصيحة. صح؟ ده الترتيب المنطقي. طيب هيحصل معانا سؤالين في السؤال ده، يا يجيب لك الكاتب وهو مرتب أفكاره ويقول لك كيف رتبها، يا يجيب لك أنت قاعد أنت ترتيب الأفكار، يجيب لك حاجات ملخفنة أو أفكار ملخفنة أنت هترتبها، قاعد ترتيب الأفكار في ضوء السياق. طيب عشان نرتب صح عليكم على القراءة، مش هقعد أقول دي تاني، قراءة جيدة. 2، ترقم الفقرات للقطعة. الأولى مثلا بتتكلم عن تعريف العلم، دي الفكرة رقم 1. التانية بتتكلم عن الفوائد بتاعته، دي الفكرة رقم 2. التالتة بتتكلم عن أضراره بدون أخلاق مثلا زي ما عندنا في المنهج، يبقى دي الفكرة رقم 3. لازم أرتبها بالترقيم. طيب بعد كده نشوف، لو كده مثلا جبت لك النص بتاع العلم والضمير اللي عندنا في الوحدة الأولى. مثلا لازم ابدا بايه؟ 1، لازم اعرفك تعريف العلم، تعريف الضمير. ابدا اي موضوع بتعريف، وخد دي ليك عشان لما تيجي تكتب موضوع تعبير بايدك، لازم ابدا تسلسل فكري، تسلسل منطقي، لازم الكلام يكون مرتب.
حلو. ابدا بمفهوم الضمير، ثم بعد كده هقول فوائد العلم، ثم اقول فوائد او اهميه الضمير. ده العقل، ده الدين، ده المنطق. طيب، ثم اقول لك لو في مخاطر اقولها، ثم اتكلم عن اثر العلم مع الضمير بيعملوا ايه في الاخر. ادي ده اسمه تسلسل منطقي. طب تعالى لو مش مترتبه، النص مثلا بيتكلم عن الانترنت او السوشيال ميديا او وسائل التواصل الاجتماعي، يقوم بادئ لك هو بالمخاطر على طول. كده تعرف ان هو مرتب ولا غير مرتب؟ غير متسلسل. بعدها تلاقيه بيقول لك كيفيه الاستفاده منه، مجالات الانترنت، نجاح الانترنت، تعريفه. يلا احنا بقى نرتبهم. مين اللي المفروض نبدا بيه في اي قطعه؟ مين اللي المفروض نبدا بيه في اي قطعه؟ والله يا مستر المفروض ابدا بالتعريف. 2، مجالاته. 3، كيفيه الاستفاده منه مثلا، ماشي، او نجاح الانترنت، ماشي. مخاطره دي في الاخر. يبقى احنا النهارده لازم نرتب ترتيب الفقرات ترتيب صحيح. هو ده معنى التسلسل. السؤال يجي لك مترتب ويقول لك كيف رتب الكاتب افكاره، هتدي عنوان لكل عنصر او لكل فكره. ثم السؤال اللي ضده او اللي عكسه ان يجيب لك الجمل غير مرتبه وانا اللي ابدا ارتبها بترقيم صحيح. ده كده اسمه التسلسل الفكري. تعال بقى للخامس بتاعنا وهو الفكره والسياق. بيسأل السؤال هنا في ايه يا مستر؟ قال لك يعني بيجيب عبارة مرتبطة بالنص يعني حتة من جوه النص، ثم يسألك هات من النص دليل ما يدل عليه. يعني ايه يا مستر؟ انا بتكلم دلوقتي عن الخلق والضمير. فمثلا الكاتب قال لك وليس الاخلاق كمجرد اوامر وزواجر ونواهي، ماشي، انما هي عقيده ونيه وايمان وموقف، ولا تفهم من كلامي ان تستهين بالقواعد والزواجر. يعني ما تستهينش بالقواعد دي. طيب، الراجل يقوم جايب لك ايه؟ يقول لك ايه؟ الاخلاق مثلا، الاخلاق عنصر وطيد او قوي، ماشي، مع القواعد. هات ما يثبت ذلك، او منزل له الجمله اللي قلتها. او بمعنى تاني، هو يجيب لك جمله مرتبطه او بتقول كلام زي اللي في النص، ويقول لك هات اللي بيدل عليها من القطعه بتاعتك. هات ما يفسر في ضوء فهمك. دي او دي الاتنين واحد. هدي مثال من كتاب الوزاره. الراجل بيقول لك ايه؟ يرتبط النص بعصرنا الحالي اكثر من اي عصر حالي، اكثر من اي عصر سابق. احنا عندنا الدرس الاول بتاع العلم والضمير، ماشي. الراجل كاتب ايه جوه الدرس؟ ده السؤال وده اللي جوه الدرس اللي انا جبته. لقد قدمت الاكتشافات العلميه للبشريه منافع عظيمه، فالتقنيات الطبيه الحديثه انقذت ملايين الارواح. التقنيات الحديثه، يبقى هو النهارده بيرتبط بعصرنا الايه الحالي. اصحى. انقذت ملايين الارواح والطاقه النوويه ووفرت مصادر ضخمه للكهرباء والذكاء الاصطناعي. طب ما هو مرتبط بعصرنا كده اهو، صح ولا لا؟ طيب، يجي يقول لك ايه؟ في مجالات متعدده كالتعليم الى غير ذلك. وكان برضه في فقره بتقول ان التحدي الحقيقي في عصرنا لا يتمثل في انتاج مزيد من الاكتشافات، بل في تربيه وعي علمي واخلاقي معا. فكل طالب يتعلم اليوم مهاره قد يصبح غدا باحثا. بس انا عندي اللي هتدل، انا معايا قطعتين مين كده اللي بتدل على ارتباطها بالواقع المعاصر. الاولى، صح ولا لا؟ يبقى انا النهارده هعمل ايه؟ هجيب جزء من الفكره واكتبه. اول لما يقول إيه؟ يقول لك مثلا بص السؤال بيجي ازاي؟ يرتبط النص بعصرنا الحالي. دي جمله من بره، عايزك انت تجيب الاثبات من جوه الدرس. يبقى دي طريقه السؤال بتاع اسمه الفكره والصياغه. سهل وهيتحل معانا بسهوله ان شاء الله. تعالى بقى في حته ازاي نجيب المقصود من الكلمه او المعنى. صلي بينا على النبي. بعض الناس وهي بتيجي تسمع من اولى ثانوي، ودي بتواجهنا المشكله دي جدا جدا جدا، يقول لك ايه؟ معنى مثلا كلمه النور، معنى مثلا كلمه الظلمات، فالواد يفتكر ان الظلمات دي هي الضلمه والنور دي هي الاضاءه، مع اني مش شرط اللي انا اكون ذاكرها بالمعنى ده في القطعه. امال ايه يا مستر؟ انت لما تيجي تحل سؤال معنى لازم تجيب الجمله كلها. بعد ما جبت الجملة كلها افهم الكاتب يقصد بيها هنا ايه. ازاي يعني؟ اول سؤال قال لك هات معنى او مقصود. ده السؤال اللي بيجي، وبيجي بشكلين على فكرة. يا يقول لك هات المعنى، يا يقول لك حط مضاد كلمة كذا في جملة من انشائك. الله الله الله. تعال نمسك الاولى واتقل بس على نفسك. ألقى الخطيب كلمة مؤثرة هزت قلوب المستمعين.
الخطيب اللي هو في المنبر أو في الجامع ادى كلمة أثرت في قلوبنا. المقصود من كلمة اللي هو عايزها دي، يا ترى مفردات وجمل؟ ده معناها في اللغة بس مش ده اللي يقصده. فاهم يعني ايه فهم المعنى من السياق اصلا؟ يعني من سياق القطعة لو جبت لك 30 جملة يبقى في 30 معنى. ما تقوليش كلهم معنى واحد، لازم يكون المعنى على حسب السياق والآخر. طيب هل هي مفردات وجمل يا مستر؟ مش دي المقصود في وقتها. انا ما قلتلكش مثلا كده ايه قرأت 7 كلمات كده كنا نقول مفردات وجمل ماشي، لكن دي معناها لغويا، انا مش عايز لغويا، انا عايز معناها سياق. طيب هل يا ترى نصائح ومواعظ؟ استنى، هو بيقول لك هزت القلوب، هو قال مفردات هزت القلوب؟ يعني جيت قلت لك مثلا كلمة السماء وكلمة الأرض دي تهز القلوب؟ لا طبعا. طيب لكن هي ممكن تبقى نصائح مواعظ؟ لا مش ممكن، ده أكيد. طب هل يا ترى أصوات وكلام؟ هو الأصوات هي اللي هتهز القلوب؟ طب هل رسائل؟ هو ادالهم رسائل؟ لا برضه. إذا بعمل إيه؟ بجيب المعنى من جملتها، أنا مش بحفظ معاني، مش بحفظ معاني هنا للكلمة دي كده بقى كلمة حرة عادي، بس أنا أفهمها من الجملة بتاعتها. طيب الطريقة التانية، ضع مضاد كلمة في جملة. فمثلا أجي أقول لك كده إيه؟ اسمع المثال ده: الخلق هو شعور المرء أنه مسؤول أمام ضميره. عايز معنى كلمة مسؤول، بس مش هتلاقي إجابات كلمة واحدة، هتلاقي جمل. المعنى الأول بيقول، اسمع هديك جملة فيها نفس المعنى اللي أنا عايزه، أنا عايز معناها، ممكن يقول لك مضادها عادي جدا. طيب أقول لك كده: جاء المسؤول عن المدرسة، رأيت المسؤول في الامتحان. اسمع كده، جيم أجي أروح قايل لك إيه؟ الإنسان محاسب نفسه. ده أي حاجة بقى تاني، مسؤول أمام ضميره بمعنى الإنسان بيحاسب نفسه دايما. هل يا ترى نقصد إن هي نفس معنى المسؤول عن المدرسة اللي هو ماسكها؟ هل يا ترى نقصد إن هو المسؤول في اللي اتسأل في الامتحان؟ لا. لكن أنا هنا بعمل إيه؟ يا أحطها لك في جمل زي ما أنت شايف، يا إما أجيبها لك كمعنى بس لوحدها. دي طريقة الإتيان بالمعنى من خلال السياق. حلو الكلام. تعال للسؤال الجوكر بقى اللي دايما بيجي في كل حتة في الدنيا، التفسير المدعوم بالأدلة. هو ده أنا مش هاتكلم فيه كتير لأن ده معتمد على شرح حضرتك، بس هابسطها لك. حضرتك هيجيب لك قطعة، وبعد ما يجيب القطعة يقول لك اشرح مؤيدا رأيك بالدليل من داخل النص. يعني مثلا جاب لي موضوع مثلا عن الرياضة البدنية، فجاي النهارده بيقول لك مثلا اشرح بأسلوبك، اشرح مؤيدا رأيك، حط رأيك في الكلام، هل تتفق أو هل تختلف؟ خلاص؟ طيب أنا هقول أنا هتفق مثلا إن الرياضة دي حلوة. طيب هات لي دليل، هتلاقي جوه القطعة أدلة كتير اللي هي فوائدها يعني مثلا تقول إيه؟ أنها مثلا تخرج الطاقة السلبية، إنها تبعدنا عن المخاطر. بص، يبقى انا بجيب ادله من جوه النص، كل الحكايه انا هشرح نعم اتفق لان كذا 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 من جوه النص. ده سؤال عادي جدا جدا جدا. حابب بس اعرفك فرق حلو قوي وسؤال مهم جدا اسمه السبب والنتيجه، وهو ان السؤال ده دايما بيعتمد على فهم النص ثم استنتاج النتيجه بتاعته. والله الراجل هيعمل ايه في الامتحان؟ هيجيب لك او في الواجب هيجيب لك جمله ويقول لك استنتج النتيجه اللي هتترتب عليها. يعني ايه يا مستر؟ اول لما اقول يعني ايه افهم يعني ايه سبب ويعني ايه نتيجه الاول. السبب يعني الشيء اللي حصل، النتيجه يعني النهايه بتاعته. ولا امطرت السماء بغزاره، اديني نتيجه للي حصل ده بقى كده. ممكن اقول توقفت الشوارع، او مثلا غرقت الشوارع، صح ولا لا؟ يبقى انا بديك حدث وانت تديني النتيجه بتاعته من عندك. ازاي يعني؟ غياب الضابط الاخلاقي، دي في المنهج، غياب الضابط الاخلاقي لدى العالم.
لو الأخلاق اختفت من العالم يا ترى إيه النتيجة اللي ممكن تحصل؟ أنا ممكن أقول صراعات دولية وحروب. ما هو لو ما فيش أخلاق يبقى العالم كله يا باشا هيدب في بعض. صح صح، استنتجت كده. طب تعال، شربت فنجان قهوتي في الصباح. القهوة، شربت الفنجان بتاع الصباح ده، يالا سكتة قلبية على طول. بس الصراحة بيعدل الدماغ. شربت فنجان قهوتي في الصباح، يعني استنتج النتيجة إن أنا كده شعرت بالنشاط والتركيز. في ناس بتشرب القهوة وبتنام على فكرة بس دي النتيجة العلمية بتاعت البني آدمين الطبيعيين. ماشي. نمت مبكرا البارحة، لما أقول أنا نمت امبارح بدري، إيه النتيجة اللي ممكن تحصل؟ استيقظت بكامل حرية، صحيت براحتي. إن أنا نايم بدري، مش نايم بضرب الجزمة وصاحي بضرب البلغ، لا أنا نايم براحتي. إذا دي النتيجة. ابتسمت في وجه صديقي، لما هتبتسم في وش في حد، إيه؟ لما تبتسم في صديقك، إيه اللي يحصل؟ قال لك خلاص هيفرح، هو هنبدأ يوم بطاقة إيجابية. إلا صديقك الشؤم اللي أنت مصاحبه ده أصلا بومة، وتيجي تضحك له يقوم باصص لك بقرف، ده بومة، ده اقطع علاقتك بيه. ماشي، يعني إيه بقى كده سبب ونتيجة؟ سهلة خالص أهي. يبقى أديك السبب وأنت تديني النتيجة بتاعته. خلاص خلاص. محور التاني بتاع التحليل والمناقشة. هنا بقى مش هنجاوب إجابات ألف وب، إنما هنا إحنا هنحلل الجملة أو هنناقشها. طيب عندنا دروس إيه في المحور ده؟ عندنا حاجة اسمها الحجة الأساسية، عندنا حاجة اسمها استراتيجيات وسائل الإقناع، دي في كلمة الإقناع دي. عندنا استراتيجية تانية اسمها معالجة الرأي المخالف. الرأي المخالف بنعالجه إزاي أو بنواجهه إزاي؟ تسلسل الحجج، ازاي نرتب الحجة بتاعتنا صحيح. تقييم حجة الكاتب، يا ترى هي قوية أم ضعيفة. النقد اللي هي الضعف والقوة. هندرس كل واحدة من دول على حدة، هندرس كل واحدة من دول لوحدها، بس صدقني 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 أسئلة لا غنى عنها في الامتحان، وأولهم الحجج. يلا يا معلم ركز معايا. أول سؤال وأهم سؤال، يعني ايه حجه؟ وما تقوليش يا باشا حجه، ها، حجه دي في البيت، اسمها حجه، لازم تبقى عارف نطقها الصحيح. طيب، حجه وجمعها حجج او حجج. يلا، هي الادله او البراهين. اول ما اقول لك انت ايه حجتك، صح؟ يعني ايه حجتك؟ يعني برر اللي انت عملته. انت النهارده دلقت القهوه، دخلت قلت لك انت اعمى، فانت تقول لا والله انا بس كنت بعمل كذا، وهوب خبطت في صباع رجلي الصغير وقع، نصيب، قضاء وقدر، ده القهوه خير. ده حجتك، ده تبريرك. إذا الحجة يعني إيه؟ هي الأدلة أو البراهين التي استخدمها الكاتب ليؤيد على فكرته أو يخالفها. استخدمها الكاتب ليؤيد أو يخالف. ما هو ممكن أجيب حجة بس إيه؟ عكسية. اللي هو إيه؟ أنتوا بتقولوا العلم كله نافع، أنا بقول مش كله. في علم نافع وفي علم ضار، يبقى أنا كده بدي حجة بس بالنفي، اللي أنا مش مؤيدك. طيب، أنواعها إيه؟ دي مهمة أوي 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 أوي. الحجة عندنا نوعين. في حجة اسمها حجة أساسية، ودي الفكرة الأساسية اللي الكاتب بيتكلم فيها من أساسه. والله الراجل بيتكلم عن العلم، يبقى دي حجته الأساسية. والله الراجل بيتكلم عن العلم والأخلاق والضمير، يبقى دي حجته الأساسية. بيتكلم عنه يبقى حجة أساسية. طيب اللي هي الإيه؟ الفرضية أو الظاهرة أو الفكرة اللي الكاتب عايز يقنعك بيها أصلا. هو عايز يقنعني بإيه؟ ظاهرة مثلا الحفاظ على البيئة. ماشي؟ يبقى دي اسمها حجة أساسية. طب إيه الحجج الداعمة؟ قال لك دي بقى اللي جوه النص، اللي هي أمثلة أو أدلة من بره، استعان بإحصائيات، استعان بأبحاث وبراهين بيستخدمها عشان يثبت صحة رأيه، عشان يقول لك أنا اللي صح مش أنت اللي أنت فاهمه. إزاي يعني يا مستر؟ يا باشا ولا أي حاجة، تعال. الحجة الأساسية بنقول عليها فرضية، اللي هو إيه؟ اللي بيفرضه علينا الكاتب هو إيه؟ الاستماع للوالدين ليس فرضا دينيا فقط، بل تربويا وأخلاقيا. إن إحنا نستمع لكلام أو أبهاتنا وأمهاتنا، وطبعا أنت عاق لوالديك، أوعى تكمل في الطريق ده. الاستماع إليهم ده طبعا أمر ديني قبل ما يكون أمر تربوي. طيب، ده اسمه كده العنوان الرئيسي، حجة أساسية. ده اللي الكاتب عايز يكلمنا عنه. طب تعالى 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 تعالى، امال ايه الحجج الداعمه يا استاذ؟ تلاقيه بيديك دليل ديني، حيث امر الله بالاحسان الى الوالدين، حيث قال تعالى وبالوالدين احسانا. قدم دليل قراني، صح صح، بس ده مش الموضوع.
قد ما هو إثبات للموضوع الأساسي، فبنسميه اسمه حجج داعمة. حجة داعمة. السؤال يجي إزاي أنا مستر؟ هيقول لك استخرج الحجة الرئيسية أو اللي بنسميها الفرضية أساسية، وهات الحجج الداعمة عليها. هنقول إن الكاتب يدعون إلى التمسك بالأخلاق، أو إن الأخلاق لا قيمة لها دون الضمير. الأخلاق لا قيمة لها، أو العلم لا قيمة له دون الضمير والأخلاق. دي اسمها فكرتي الأساسية، حجتي الأساسية. طب اديني إثبات داعم. داعم يعني بيدعم، يعني بيشجع، يعني بيزود الأدلة. الدليل بتاعي هو حيث أن العلم دون أخلاق يدمر الأمم ويصل إلى سقوط الطابع الديني فتنتشر الحروب. أنا كده بدي حجة داعمة. طيب مثلا أنا هنا قلت أخلاقيا، فمن الأدب والسلوك أن نستمع إلى نصائح الوالدين وطاعتهم. دي حجتي التربوية. يبقى أنا قدمت إيه؟ دينية وتربوية على الكلام بتاعي، إنه صح ولا غلط. طيب دي اسمها مؤيدة، حجة مؤيدة. أنا أيدتك خلاص، أنا كده معاك في الكلام ده. طيب عشان أقنع حد أو الحجة نفسها محتاج أعمل إيه؟ الحجج اللي هي هنسميها، اسمع بقى دي، الحجج الداعمة. ايه اللي ممكن استخدمه في الحجج الداعمة؟ عشان لو قلت لك نكتب احنا موضوع واحد، انا ازاي بقنعك يعني بالادلة او بالحجة؟ ايه الحاجات اللي تقنع المستمع دايما؟ اول حاجة امثلة واقعية. يعني لو انا بتكلم عن مخدرات، مخدرات كده فعلا، بتكلم عن المخدرات، ماشي؟ فانا قلت لك تؤدي الى السرقة والتهور والقتل. مش دي حاجات حصلت في حياتنا؟ فبالتالي انا غصب عني هصدقك. ليه؟ انا جبت لك يا باشا مثال من الشارع، جبت لك من اللي بيحصل حوالينا وفي مناطقنا كلها. ماشي، طيب يبقى انا ممكن استخدم امثله واقعيه. مثلا اتكلمت عن السوشيال ميديا وقلت لك ان تسبب لبعض الاشخاص الانطواء والعزله. ما هو فعلا في حياتنا ناس حصل لها كده، قاعدين في اوضتهم، اهلهم بره ولا همهم، ولو طلعوا كلوا يبقى كتر خيرهم. طبعا دي امثله واقعيه. ممكن اطرح سؤال، او الكاتب تلاقيه طارح سؤال. لو انت اللي تكتب انت اللي هتطرح، انت اللي هتقول سؤال اسمه سؤال استنكاري يا استاذ. وسؤال استنكاري يعني لا يوجد له اجابه، او بمعنى صح اجابته على طول لا. زي يعني بتكلم عن رمي القمامه في الشوارع، ماشي؟ انا بتكلم كده في القطعه. طبعا يا جماعه انا بديك العنوان عشان ايه؟ اختصارا للوقت، لكن انت تبقى فاهم القطعه تبقى جايه لك مفسره كمان. رمي القمامه في الشارع، فهو مسألك كده: هل هذا تصرف مقبول؟ هل هذا سلوك صحيح؟ هل من الدين أن نفعل هكذا؟ هنا دلوقتي أنا بسألك سؤال يندمك، أقنعك إن ده فعلا إجابته لا، أقنعك إن ده فعلا مش من سلوكنا. هاجي أقول لك: وهل جاء اليوم التي ننسى فيه لغتنا وهي لغة القرآن؟ فإذا هنا أنا بديك سؤال اسمه استنكاري، بستعجب من اللي أنت بتعمله وفي نفس الوقت أنا بقنعك. حلو الكلام قوي قوي، عسل لوز اللوز. تعال بدي المقارنة. لو الكاتب عايز يقنعني بالعلم فيقوم جايب لي اللي ضده اللي هو الجهل، المقارنة أو الطباق أو التضاد بيديني وسيلة من الوسائل للإقناع. سؤالك هنا عسلية، هيقول لك حدد استراتيجية من استراتيجيات الإقناع، حدد استراتيجية منهم. طيب أنا بقى المفروض أكتب إيه؟ استعان الكاتب بأمثلة واقعية، ده لو هو عامل طرح سؤال استنكاري أنت تشوف هو عمل إيه من دول، المهم إنه مفيش غيرهم. أو الاستدلال المنطقي. استدلال منطقي. إيه يا مستر الاستدلال المنطقي ده؟ اللي هو يعتمد على العقل في ربط المسببات بالنتائج. هقول لك إيه؟ فإذا ساد العلم بين الناس فتتقدم الأمم، اللي هو زي ما كنا بنقول من شوية، هو يعتبر خطاب حجاجي أو إقناعي. طيب في استدلال اسمه استدلال مرجعي، دليل مرجعي. هو ان انا برجع لمرجع تاريخي او حاجه حصلت في الواقع زي ثوره، زي حرب، حاجه بستعين بيها، او اقتصادي. اي مرجع في الدنيا ينفع. ممكن اجيب مرجع ديني زي القران، زي الاحاديث النبويه، عادي جدا. اذا يا جماعه انا كده يلا معايا كام وسيله او استراتيجيات الاقناع كلها؟ معايا كده 5. يا اما استخدم امثله واقعيه، يا اما استخدم طرح سؤال استنكاري، يا اما استخدم المقارنه، يا اما استخدم استدلال منطقي او مرجعي. نرتب الحجه ازاي؟ وده سؤال. كل دي يا جماعه كل عنوان فيهم بسؤال لوحده.
ماشي، وكلهم بيترصوا تحت بعض على فكرة على القطعة الواحدة. كتاب الوزارة قال إن في حاجة اسمها تسلسل الحجة، عشان أكتب حجة متسلسلة، ومش متسلسلة هنا بمزاجي، لأ متسلسلة بنظام. لازم أبدأ الحجة بتاعتي صح وأختمها صح. حلو. أبدأ إزاي يا عم المستر في الحجج بتاعتنا؟ قال لك رقم واحد، لازم تعرض الواقع. انتشر في عصرنا اليوم أقاويل كثيرة عن مثلا نظام الطيبات. طيب أنا بعرض واقع أولا، حلو، ثم بعد ذلك بدخل بطرح سؤال أخلاقي، مثلا وهل أمرنا الله بذلك؟ ماشي. السؤال الأخلاقي أنا بسألك، ماشي، جيت اتكلمت النهاردة عن العلم والضمير، قلت لك إيه؟ انتشر اليوم وسائل تكنولوجيا عديدة ومن بينهم الذكاء الاصطناعي. هل نترك ذلك دون فائدة؟ هل يواكب أخلاقنا؟ أنا بسأل سؤال أخلاقي. 3، قدم أمثلة. 4، ناقش الرأي المخالف. وكما قال أحد المسؤولين أن الذكاء الاصطناعي فهو يدمر البشرية، فأقوم أنا داخل العكس. لكن هذا قول يحتاج إلى مراجعة. ليه؟ لأنه يستفيد به الأطباء ويستفيد به العلماء. هبدأ يا باشا أدي مناقشة، ثم في الأخير أنتهي بحل. فعلينا دوما أن نفكر أنفسنا أن نستخدم الذكاء الاصطناعي أو الوسائل التكنولوجية الحديثة بناء على أخلاقنا وضمائرنا. يبقى أنا جميل بعمل إيه؟ ترتيب، تسلسل، يعني ترتيب قلت لك. يبقى ده موضوع حلو. تعال نجرب. بص بيقول لك إيه؟ وسائل التواصل الاجتماعي والمخاطر الأسرية، درس عندنا. أنا لما أجي أعرض الواقع، وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على التواصل الأسري، كده أنا بعرض الواقع بتاعي. طيب بنقدم أمثلة إن التواصل الاجتماعي بيؤدي إلى انشغال أفراد الأسرة الواحدة بهواتفهم أثناء جلوسهم في ملتقى عائلي، كل واحد قاعد تك 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 وسط القعدة. طيب ده مثال حي بيحصل. ثم بنطرح سؤال أخلاقي، بص كده، هل يصح أن نستبدل التكنولوجيا أن تستبدل التكنولوجيا علاقاتنا الإنسانية الحقيقية بعلاقات افتراضية؟ يعني يرضيكم وده حق إن بدل ما يكون عندنا علاقات حقيقية بيننا وبين بعض مباشرة، تكون العلاقات اللي بيننا وبين الناس بتوع السوشيال ميديا علاقات افتراضية. ده سؤال أنا بخليك تسرح فيه وتقول فعلا معاك حق. ثم مناقشة الرأي المخالف، زي لما أقول لك إيه، يرى البعض أن تقرب المسافات لكنها في الحقيقة تزيد من العزلة الاجتماعية. في واحد يقول لك إيه، يا عم ده بتسهل الموضوع، انا بتكت زرار واحده بسلم على ده وبسلم على ده وبسلم على ده اذا سلمت، او بحول فلوس لده وبحول فلوس لده سريع، او بيساعدنا. ده راي الناس دلوقتي، لكنها في الحقيقه تزيد من العزله الاجتماعيه. خلتني بدل ما اروح ازور اقاربي فانا بستسهل وببعت لهم على الواتس او بكلمهم فيديو كول او بعمل كسلتنا عن بعض. اذا ما بقاش في تواصل حقيقي، بقى كله زي ما بنقول كده هوائي. ثم الانتهاء بحل هو تخصيص وقت يومي محدد بدون هواتف لاستعادة التواصل الاجتماعي. ان احنا نخصص وقت التليفون وقت الاهل البيت، ما يبقاش كله يا جماعة عيني مدبوبة في الشاشة وخلاص بقى كل حياتنا عبارة عن شاشة وراها ناس. لا، لازم اخصص وقت اشوف عيلتي دي. وما تنساش يا ابن الحلال، يعني خاصة ان انا والدي متوفي، يعني ان الناس ديت ربنا يديهم طول العمر، وقت مهما يمر معاك فهو هيوحشوك فيهم. فلازم تبقى واخد بالك ان اللقطة دي برضو سيئة. نرجع لموضوعنا، الانتهاء بحل ان احنا نخصص وقت يومي محدد. طيب عرفنا الحجج، عرفنا انواعها، عرفنا ازاي نسلسلها او نجعلها في حالة تسلسل او ترتيب منطقي. عايزين نعرف تقييمها. يعني الراجل لما يجي يديني قطعة في الامتحان هيقول لك قيم الحجة. وانا بقى طه حسين يا مستر انت فاكرني كده؟ ده انا اصلا عايش بالعافية. اسمع كلمتين من اخوك. الحجة ممكن تكون واضحة، ده اول شرط انا عايز ابص عليه، وضوح الحجة. تاني حاجة قوة الدليل. لقيت الراجل واضح في فكرته، واضح يعني كلامه واضح وصريح قوي، مش بيلف ويدور ولا غير مباشر، راجل دايركت في الكلام.
وأدلته قوية من الشارع ومن الواقع والقصة دي، إذًا الحجة دي حجة قوية. إزاي يعني؟ قال لك عندما تعبّر عن الموضوع الذي يريد الكاتب تعبيرًا تامًا مفيدًا. هو عبّر في تعبير تام مفيد، حلو. طيب وقوة الحجة عندما يكون صحيحًا لا طعن فيه مقنعًا، مرتبطًا بأطروحة الكاتب، يعني ما يجيبليش مثال فيه شك. عارف لو في مثال مش موجود في حياتنا أو في شك، كده ساعتها يبقى الحجة دي حجة ضعيفة. لكن إحنا عايزين مثال حي بيحصل دون نقد، ما يكونش مثال إيه مهزوز، مثال حي واقع ثابت. طيب زي إيه يعني؟ أنا جيت النهارده قُلت لك ما عوامل، بُص السؤال بييجي إزاي، ما عوامل قوة الحجة؟ إن أجيب لك قطعة وأسألك السؤال ده، هتقول لي أول حاجة وضوح الحجة وقوة الدليل عليه، يبقى دي عناصر عواميد قوة الحجج. طيب إزاي نحلل الرأي المخالف؟ السؤال اللي بعده. عندنا تساؤلات هتكون هي دي الإجابة في الامتحان، واحدة منهم تحليل الرأي المخالف يعني إيه؟ 1 هل الكاتب معارض على القضية اللي هو بيتكلم فيها؟ هو مش عاجبه السوشيال ميديا يا عم، فبيكتب وبيهاجمها وبي بي بي بيدي لها فوق دماغها وعمال يدي سلبيات سلبيات سلبيات، يبقى هو كده ايه؟ معارض. طيب ممكن يرفضه رفضا مطلقا. معارض احنا قلنا كده عندنا ممكن يكون اسف، احنا كده كاتبين اصلا معارض مرتين. احنا كده عندنا اول حاجه نرجع تاني، ممكن يكون مؤيد للفكره. زي ما إحنا قُلنا الكاتب بيحب العلم بالأخلاق، يبقى هو مؤيد للفكرة دي. ممكن الرأي بتاعه يكون يرفضه رفضًا مطلقًا، ما فيهوش كلام، أنا رافضه شكلًا وموضوعًا، أنا مش حابب التواصل الاجتماعي، يبقى الكاتب هنا رافضه رفض مطلق. ممكن يعارضه ثم يقيده، بيعرضه الأول ثم يقيده. يعني إيه يا مستر؟ هافهمك دلوقتي. ممكن يعتبره كافيًا. ممكن رأيه كافي، الرأي المخالف ده هو كافي عندي، مش فاهم حاجة، تعالَ يا أستاذ كده بعد إذنك. 4 خلّيك فاكر، العلم جيد ونافع ولكن ليس بشكل مطلق. أيوه، 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 يجب أن يكون فيه النفع، يجب أن يكون في النفع فقط. هاسأل سؤال، الكاتب كده رفضه دون مناقشة؟ لا يا أستاذ، لا يا أستاذ، فين الجملة قدامك أهي زي الشمس. طيب هل تجاهله؟ أُمّال هو بيتكلم عنه ليه يا أستاذ؟ طيب هل يعارضه ثم يقيده؟ هاسأل سؤال بقى في الحتة دي، يعني إيه يعارضه ثم يقيده؟ هتلاقي في حاجة اسمها دايمًا هو استخدمها الكاتب، الحتة دي يا جماعة مهمة جدًا، جدًا، جدًا. استخدم حاجة اسمها استدراك، واستدراك في أولى ثانوي كان بيستخدم أدوات ليها، لكن بل دي اسمها أدوات استدراك. يعني إيه استدراك يا أستاذ؟ بيدّيك الكلام في الأول ثم يصدمك بنهاية مختلفة. يعني إيه؟ بيكذّب اللي أنت فهمته. أنا قُلت العلم جيد ونافع، أقف لحد هنا، كل الناس هتقول لك بس يالّا بقى ندرس إنشاء الطاقة النووية أو القنبلة النووية. لأ يا اسطى، قال لك ولكن أول لمّا تلاقيه وقّفك stop كده، ده كده عرضه ثم يقيّده. هو عرض الفكرة بس أيّدها وقفلها في الآخر. هو قيّدها يعني إيه؟ يعني يعني رفضها في الآخر أو بشكل تعديل شوية بشكل أوضح. ليس بشكل مطلق، يجب أن يكون في النفع فقط. يبقى أنا أول لمّا ألاقي ولكن، بل، ماشي؟ اعرف إن الكاتب كده عرض ثم قيّد. هو عرض الفكرة بس أيّدها في حاجات، إن هو مش بشكل مطلق يا بيه، لأ ده في إطار النفع فقط. طيب واحدة تاني، الإنترنت بشكل عام نافع في شتى المجالات، في شتى المجالات، فهو رأي يحتاج للبحث والمراجعة. اسمع دي، الإنترنت بيقول لك إيه، عامةً نافع في شتى المجالات، فهو رأي يحتاج للبحث والمراجعة. الناس اللي بتقول كده أنا باقول لهم الكلام ده محتاج مراجعة. هل هو كده الكاتب عرضه ثم قيّده؟ لأ، هو ما استخدمش لكن وبل، ما استخدمش استدراك. طب هل هو تجاهله؟ لأ. طب هل هو اعتبره كافيًا؟ يعني ده كلام كافي؟ قال لك لأ، هو كده إيه؟ خالفه. هو كده يا أستاذ مش مع الكلام، هو بيقول لك يحتاج للمراجعة، يعني مش مضبوط، يعني الكلام ده أنا مش معاه، أنا مش مأيّده، يبقى الراجل ده خالف. خلاص؟ يبقى إحنا تاني، 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 تاني الحتّة دي مهمة،
الرأي المخالف. إحنا عندنا يا يأيد يا يرفض رفض مطلق، يا يعرض ثم يقيد بالاستدراك لما تلاقي لكن وبل، يا إما يعتبره كافيا. طيب حلوة وسهلة. تعالى للجاي. بيقول لك إن الكاتب قد يكون لديه رؤية نقدية. رؤية نقدية يعني ايه يا مستر رؤية نقدية؟ قال لك الكاتب وهو بيكتب يا شباب الموضوع بتاعه لازم تكونوا فاهمين حاجة. الكاتب حاجة من اتنين، يا اما الكاتب موضوعي يا اما الكاتب متحيز. اظن متحيز مفهوم. يعني ايه يا مستر الكاتب موضوعي والكاتب متحيز؟ حبيبي موضوعي او متحيز. موضوعي دي يعني هو بيتكلم بالعدل، هو مش مع طرف من الطرفين، هو في النص ما بينهم، هو بيوازن ما بين. لكن متحيز هو ميل في كفة دون الأخرى. يعني مثلا أنا عندي الأخلاق في الدرس الأول والقانون، الكاتب ميل على أنهي؟ قال لك الأخلاق أهم من القانون. يعني الراجل اتحيز للأخلاق. طيب السؤال يجي إزاي؟ يقول لك الرؤية النقدية بتاعتك، يقول لك يطلب منك إعطاء إيه؟ إعطاء رأيك عن فكرة الكاتب وألفاظه. فكرته كده هو إيه؟ موضوعي أم متحيز؟ تعال نشوف. أنا النهارده هقول موضوعي إمتى؟ إذا كان عادل. متحيز إذا كان ميال لشيء واحد. طب مثال اهو بتاع الخلق، كتاب وزارة نص الخلق اهو، كان الكاتب متحيز للخلق على حساب مين؟ القانون، ومتحيز لفكرة الضمير برضو على حساب القانون. يبقى الراجل هنا كان نوعه متحيز. هقول لك هنا تاني. الرؤية النقدية يعني ان انت تنقد الكاتب، قول رأيك كده في الكاتب كده وانت شغال، يبقى يا موضوعي يا اما متحيز. هيبقى لنا حاجة صغيرة كده الحمد لله. الثلاث محاور الاساسيين قلناهم. فاضل لك محور الكتابه والتعبير، وده مش هيجي دلوقتي خالص قبل ما تتدرب على المكتوب نفسه. انت مش هتكتب قبل ما تشوف المكتوب ده كذا مره عشان نقدر نشتغل عليه، وده طبعا هيتم بينا في الحصص اللي جايه. طيب في كده حته الكتابه والتعبير والاملاء لسه ما دخلناش فيها. احنا كده شرحنا المحاور او الاسئله اللي دخلت في كتاب الوزاره على كل درس. طيب مطلوب مننا ايه؟ مطلوب مننا نذاكر المحاضره دي كويس جدا 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 جدا، وما يفوتكش منها سؤال سرحان كده ولا كده ولا كده. ليه يا استاذ؟ لان في الوقت ده اهم وقت تبدا فيه السنه بتاع البكالوريا. كلنا كنا مستنيين المنهج ينزل، وكنا كلنا على يعني على نار زي ما بيقولوا، ولكن احنا دلوقتي في ايدينا منهج، في ايدينا شغل، لازم نثبت الكلام ده. وانا ما طلعتش قدامك دلوقتي غير لما اتاكدنا من العناصر اللي هيبقى عندنا في المنهج السنه دي. كده يا دكاتره نكون خلصنا اول محاضره واهم محاضره في البكالوريا. اتمنى ان شاء الله تكون المحاضره دي خفيفه على قلبكم، وباذن الله باذن الله نكون في خير كتير ان شاء الله السنه دي مع بعض خطوه بخطوه. ما تقلقش انا مش هسيبك في اي خطوه غير لما اكون في ظهرك ومعاك خطوه بخطوه 100%. تخليك متاكد من دي ان شاء الله. هيكون عندنا كده المحاضرة دي تاخدها بتركيز ورقة وقلم واشتغل، وهسيب لك PDF بتاعها في السكريبت بتاعنا او في الديسكريبشن بتاعنا عشان حضرتك ان شاء الله تبقى معايا خطوة بخطوة. وخاصةً التمهيد أهم من دخول المنهج، لأن التمهيد أنت كده محتاج تفهم الأول لسه الدنيا هتمشي إزاي. بعد ما تدخل في الجو شوية والأجواء شوية تلاقي الدنيا خلاص بقت ممكن لوحدك تعرف تقرأ درس وتحل عليه، لكن كبدايات هي أهم من النهايات تمامًا مليون في المِيّة. فإن شاء الله هيكون عندنا بإذنك يا رب، هيكون عندنا المحاضرة دي ولسه في محاضرات ومفاجآت جاية كتير. بافكّرك بكورس النحو، وافكّرك دلوقتي بحصة النصوص المعلوماتية للبكالوريا. أشوفكم على خير. أسألكم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أسأل الله العظيم أن يوفقكم إن شاء الله السنة دي، والسنة دي بإذن الله ترفعوا راسنا. أشوفكم على خير إن شاء الله. أخوكم محمود المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.